السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو. النهاردة إن شاء الله هنعمل سمك البلاميطة، هنعمله صينية وأوريكم ازاي ان انا بعمله بطريقة سهلة وبيبقى طعمه حلو. أول حاجة هعملها ان انا هنضف السمك، هشيل الزيادات بتاعته بالمقص في نفس الكيسة اللي انا جايبة فيها السمك، عشان الحاجات اللي هي بتاعته دي هرميها على طول، عشان لو انا حطيتها في الباسكت وسبتها تعمل ريحه على طول. هنا بقى ايه، انا خلاص نضفته كده بالمقص، هو سهل مبياخدش وقت. انضف قلبه بقى كده، اشيل اللي في قلبه كده في الكيسه يعني، وبعد كده احطه بقى ايه تحت الحنفيه واشطفه كويس. اشطف واحده واحده كده كويس، عشان ايه ما يبقى نضيف يعني، ما يبقاش فيه ريحه زفاره ولا كده. خلاص انا ايه خلصت، شطفته بقى كويس وبمسكه بقى ايه، يعني السمكية اقطعها نصين. خلاص انا كده قطعتها. غسلت انا انا بحب اغسل الحوض كده على طول، بيعمل ريحة زفارة يعني. خلاص بقى ايه، انا خلصت شطفته كده كويس. بجيب بقى ليمونتين وامسك الليمون وادعك بيه السمك كله كويس من جوه ومن بره، واسيبه شوية على ما اعمل الخلطة بتاعته. الحركة دي بقى بتخلي السمك اولا ما يبقاش فيه ريحة زفارة ابدا وطعمه حلو، على ما اعمل الخلطة بتاعته. هنا الخلطة بقى انا عملت طماطم وجزر وبصل وبقدونس وتوم، وهنا حطيت ملح وكمون بس، مش بحط للسمك حاجة اكتر من كده. بس كده انا حطيت الكمون واقلبه. هنا بقى بجيب الصينية بتاعت السمك اللي هعمل فيها السمك. انا قطعت طماطم شرايح كده. بس يا سولي، بس يا حبيبي. هنا بقى انا حطيت الطماطم اللي انا بحطها تحت السمك، على فكرة بيبقى طعمها حلو قوي. واجيب بقى السمك واحشيه من جوه بالخلطة بقى اللي انا عملتها دي. احشيه بقى كله كده وارصه جنب بعضه. ابني ما بيلعبش بالمكعبات غير على السريح. لا اله الا الله. خلصت انا بقى كده. واحط بقى الخلطة بقى اللي بتفضل بحطها على وش السمك كده اهو. واحط فلفل اخضر برضو بيبقى طعمه حلو بس. واحط له بقى رشة زيت بسيطة كده، واعصر عليه ليمون. بس كده وخلاص. واحطه بقى واحط رشة كمون والليمون، واحطه بقى ايه في الفرن لغاية بقى ما يستوي وشه يحمر، واعمل بقى جنبيه رز ابيض. خلاص انا هنا خلصت اهو، وعملت الرز وحطيت لهم زيتون وجرجير وقطعت لهم قتة ومروقهم على الاخر. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.